جاي على بالي النهاردة أعمل لكم جمبري مقلي بطريقة جديدة هتخليه مقرمش وطعمه تحفة. لو أول مرة تشوفوني أنا ليلي كيتشن، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اللايك والشير. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. أول حاجة هنحضر الخليط بتاعنا اللي هنحط فيه الجمبري. هنجيب بولة هحط فيها ملح وكمان كاري، وهحط كركم وتوم بودرة وتوم مفروم. طبعا هي هتبقى على حسب الكمية اللي انتوا هتعملوها في الجمبري. وهحط كمان عليهم عصير ليمون. هقلبهم كويس كده مع بعض. بعد كده هجيب عندي الجمبري، انا غسلته وشلت منه الكيس الرملي. ممكن تفتحوه بانيه او تخلوه بالشكل ده. هنسيب فيه الديل بتاعه علشان بيديله شكل جميل عند التقديم. هنتبل الجمبري كويس في الخليط وهسيبه حوالي نص ساعة كده على جنب. تعالوا بينا نشوف الخطوة اللي بعدها. هجيب الكبة وهحط فيها كورن فليكس، هحط كمان عليه كمون وملح وتوم باودر وبهارات سمك هتلاقوها عند العطار. هضربهم في الكبة بس ما عايزاهم يكونوا ناعمين، وده كده شكله. انا عايزاه يكون مجروش مش عايزاه ينعم. بعد كده هجيب بيضتين وهقلبهم كويس بالشكل ده كده. وبعد كده هجيب الجمبري بتاعي هشيل منه خلطة الثوم علشان ما تتحرقش معايا في الزيت. بعد كده هنزل بيه في البيض، وبعد كده هحطه في الكورن فليكس وهضغط عليه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده علشان يمسك فيه كويس. ممكن تفتحوه زي ما انتوا عاوزين من الظهر زي البانيه كده وتعملوه بنفس الخطوات. في نفس الوقت ده انا بكون مجهزة طاسة فيها زيت عندي على النار، هسيبها تسخن. او لو عايزين تحطوه في القلاية ممكن مع رشة من الزيت وتقلوه فيها. اخلص بقى كل الكمية اللي معايا وتعالوا نشوف بعد كده هنعمل كده. خلاص الزيت عندي سخن. بعد كده هنزل بالجمبري على طول وهخلي الزيت على نار متوسطة وهقلبه من وقت للتاني لحد ما الجمبري ما يستوي. هو ما بياخدش وقت معايا على النار خالص وبيستوي على طول. هطلعه على مناديل يصفي الزيت بتاعه. شايفين شكله عامل ازاي مقرمش، وكمان طعم التتبيلة اللي احنا عملناها له والكورن فليكس مخليه طعمه في حتة تانية خالص. ودي كمان الجمبري اللي احنا قليناه في القلاية الهوائية. يلا جربوه وقولوا لي رأيكم ايه في التعليقات.